بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن اتبعه وسار على دربه إلى يوم الدين. سعيد بهذا اللقاء من عمان اليوم، من موقع عمان اليوم، للحديث في قضية بدأ لغط كبير حولها في هذه الأيام، وهي انتقاد كتاب التربية الإسلامية الجزء الثاني من الصف التاسع. حقيقة أول ما اطلعت على هذا النقد أرسلت لمعالي وزير التربية والتعليم، وقلت له أرجو بيان الرأي في هذا المنشور وفي ما هو مذكور في الكتاب، وهل صحيح مثل هذا الكلام بصفتكم أنتم الذين تتصدون لهذه المهمة، مهمة التربية والتعليم في هذا الوطن العزيز. فعاد واتصل بي وبين أن هذا كلام فيه تحامل واضح، وليس فيه منطق، وليس فيه علمية، وفيه إساءة بالغة للتربية وللمؤلفين ولأيضا المشرفين. وأنا بصفتي رئيس فريق الإشراف على كتب التربية الإسلامية في العديد منها، كان رئيس الفريق سماحة الشيخ عز الدين الخطيب رحمه الله، وكان أيضا بعدي عندما سافرت لأتولى منصب أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور أحمد هليل. فواضح من استعراض أسماء فريق الإشراف أنهم من العلماء المختصين الواعين الذين يدققون ويقرؤون. لما قرأنا الكلام الموجود في الانتقاد الذي عنون بعنوان يعني فيه نوع من الإثارة، شيء هام جدا جدا، وتحذير سريع وتنبيه بأن هنالك خطة لتشييع أبنائنا في المدارس من خلال هذا الكتاب، وهذا حقيقة محض افتراء، والذي يقرأ الكتاب ليس فيه من هذا شيء. استدل هذا الكاتب بأدلة متهاوية، منها قوله أنه ذكروا فاطمة رضي الله عنها ولم يذكروا بقية بنات الرسول. أنا أريد أن أقول لهذا الأخ ولأيضا لكل من يتابع هذا الموضوع فليعد إلى الكتاب الثامن في الجزء الثاني، حديث مطول عن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاده، وحديث مطول عن فاطمة، وحديث مطول عن عائشة أم المؤمنين. ونحن نعلم الموقف من عائشة، ولذلك أردنا أن نبين منزلة عائشة أم المؤمنين، وهذا ما ورد في المنهاج الذي قمنا نحن بالتأليف وفقه، وفريقي قام بالإشراف على هذا التأليف. هذا الرجل الذي تكلم هذا الكلام أساء الأدب حتى مع المؤلفين، وصفهم بألفاظ مخدعة للغاية، قال أيها الخنازير، ووصف فريق الإشراف بأنه فريق ليس فيهم شخص رشيد، وهذا شيء حقيقة فيه خروج عن كل معاني النقد وكل معاني الوصول للحق. كان يمكن إذا كان لديه وجهة نظر أن يكتب وجهة نظر هذه بكتاب لمعالي وزير التربية والتعليم، ويطلب عرض هذا الموضوع مثلا على مجلس التربية والتعليم، فإن كان كلامه سليم أخذ به، وإن كان كلامه غير سليم قيل له كلام غير سليم. فلذلك أن يصل إلى هذه العملية الشنيعة من التشهير والتحذير والبيان، ويكاد يعني يثير فتنة في الوطن، حتى اندفع بعض الأشخاص اللي غير مطلعين على ما كتب في كتب التربية الإسلامية إلى القول بأنه ما هذا الخطأ أو ما هذه الجريمة، أنتم تريدون أن تشيعون أبناءنا، كيف هذا؟ يعني صدقوا هذا الكلام، وخاصة أنه دعموا بأدلة متواهية انطلت على بعض الناس. ولذلك يعني لابد حقيقة كما علمنا هذا الدين، إن جاءكم فاسق فتبينوا، وبعدين على مثل الشمس فاشهد أو دع، وبعدين أيضا الآيات الكثيرة العديدة التي بيّنت أنه لا يجب أن يخرج الإنسان في مقولات ليس لديه علم في تفاصيلها، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أمر ركزنا عليه حتى في كتب التربية الإسلامية. وهنا أريد أن أنبه وأحذر من مقولات باتت تترى وتتتابع في وطننا تسيء إلى هذه المناهج. يعني ممكن أن نقول أن هذه المناهج تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تحسين في بعض زواياها، ويقترح كل واحد ما يقترح في هذا المجال، ويعرض على اللجان المتخصصة وعلى المجالس المتخصصة. أما أن نقول أن المناهج كما قال البعض تصنع الداعشية، وبعضهم يقول أنها تدعو إلى الشيعة، كيف يصح هذا الكلام والأدلة داحضة لمثل هذه المقولات؟ أنا أرجو من مواطنينا الكرام أن لا يسمعوا أي مقولة، وينتبهوا إلى الشائعات، وينتبهوا إلى صانعيها، ويعودوا مستوثقين. وحقيقة في هذا الأمر
الكتاب ليس فيه أي دعوة لا من قريب ولا من بعيد على التشيع. إذ قد يقولون لماذا ذكرت فاطمة لوحدها؟ ذكرنا فاطمة لوحدها لأننا نتحدث عن الحسن والحسين. المنهاج يطلب منا الحديث عن الحسن والحسين. من أمهما؟ فاطمة الزهراء. قلنا هما أولاد علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة الزهراء. فلماذا نذكر خالاتها أيضا ونقول خالات؟ طب احنا ما ذكرناهم بالتفصيل في الثامن وعرفنا بهم تعريفا واسعا. والطالب يدخل التاسع قبل أن يدخل الثامن، هو يدخل الثامن أولا ثم يدخل التاسع. فكيف يأتي هذا الزعم؟ أنا لا أدري كيف سمح هذا الشخص لنفسه أن يقول أن هذا تبني لفكر يجعل من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم متبنيات ما عدا فاطمة. هذا كلام أقرب ما يكون إلى الهذيان، وحقيقة تدحض كل المقولات، ولا بد أن ننتبه إلى كل من يقول. إذا كان يقوله بحسن نية ينبه ويحذر ويطلب منه أن يعتذر، لأنه وصف المؤلفين بالخنازير، ووصف المشرفين بأنهم ليس فيهم رجل رشيد، ووصف عملية التأليف بأن يد الأفعى وراءها، وقال عن وزارة التربية ووزارة التورية والتزوير. ما هذا يا رجل؟ هل يعقل أن نتخاطب بهذا الأسلوب؟ إذا كان لديك وجهة نظر تبينها للمسؤولين بكل موضوعية وأمانة وصدق والحرص على الحقيقة، فلماذا تفعل ذلك؟ ماذا سيقول الناس عن مثل هذا الكلام؟ تناقل كثير من الإخوة والأخوات الغيورين في هذا الوطن يقول هل صحيح في كتابنا بس أن فاطمة بنت الرسول؟ يا رجل كيف هذا؟ كيف تقول هذا الكلام وهنالك فصل كامل ودروس كاملة عن عائشة أم المؤمنين وعن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده في الصف الثامن، والفريق هنا هو نفس الفريق هنا، فكيف يعني هنا يلبس شخصية وهنا يلبس شخصية؟ الكلام المكتوب يدل على أن الأمر ليس بنات أفكاره، وإنه هو يحاول أن يدبك مع الدباكين الذين يسيئون إلى المناهج. أنت تذكرين الحديث عن الداعشية في المناهج الأردنية، وتم الرد عليه من وزارة التربية، ووضعت مقاطع كاملة من المناهج التي تبين سماحة هذه الحضارة الإسلامية واحترامها للآخر. وبل أن أحد الدروس في مادة الثقافة الإسلامية قال أن أساس التعيين في الدولة الإسلامية هو الكفاءة ولا ينظر حتى للدين، وهذا درس للطلاب. فكيف يأتي واحد يقول أنتم تدعون إلى الفكر الداعشي؟ عندما نوقش في ذلك قال أنتم تريدون شخصيات مضوية. مضوي شو مضوية؟ لما أنا أجيب شخصية زي عمر بن الخطاب ولا شخصية زي عمر بن عبد العزيز، هل هذه شخصيات مرفوضة في هذا العصر؟ أنا أريد مثل هذه الشخصيات اللي قدمت الإسلام للعالم بصورة قشيبة وبعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآية الكريمة. فما بالكم أيها الناس تنددون، تريدون أن تخلطوا. نحن نحارب داعش ونعتقد أن هذا فكر إرهابي متطرف يجب أن يجتث اجتثاثا، لكن لا نخلط بحجة محاربة داعش نحارب الإسلام. هنالك أمر في غاية الأهمية بهذه الصورة. كثير من الناس مثلا أنا سمعت لبعض الفضائيات بتقول محمد زعيم الداعشيين. طيب ما هذا الكلام؟ حتى أن أحدهم اقترح عدم تدريس القرآن الكريم في العالم. إذن هنالك مقولة الآن تحرص بعض الجهات على تعميقها وإثرائها اللي هي محاربة الإسلام، وهذا أمر تعرض له الإسلام عبر تاريخه كثيرا، ومعروف ما يسمى بالإسلاموفوبيا وغيرها، التخويف من الإسلام. كل هذا يجب أن ينبري العلماء للرد عليه أيضا بعلمية وموضوعية، وليس بسباب وشتائم أو لا سمح الله بعمليات قتل. يجب أن تكون العملية عملية قائمة على التعريف الدقيق الآمن بكل هذه الأمور دون خروج عن الأدب ولياقات وأداب البحث العلمي والنظر السديد في هذه القضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يعين، وأن يعد هذه الفتن في مهدها، وأن لا يكون هنالك استماع لمثل هذه الأقوال، وأن يكون الحرص دائما على بيان الحقيقة ومعرفتها والتمسك بها والدعوة إليها.